تخيل كده لو اتربيت طول حياتك على ايد امينيم هيحصل ايه؟ سنة 5 امينيم شايلك حاطط لك سماعة في ودنك واغانيه شغالة، يبص لك ويقول اسمي ايه؟ ايه؟ مين؟ وانت واقف تبص له ومش فاهم حاجة. والسؤال الاغرب ازاي بقيت ابنه بالتبني ولا حد عارف؟ بس شكلك من دلوقتي عامل زي شقي صغير. سنة 10 قاعد معاه في الاستوديو بيحاول يعلمك الراب وانت لسه تايه في اول سطر، يبص لك ويقول لازم تضيع نفسك في الموسيقى، وبعدين يهز راسه ويقول يا ابني ركز شوية. سنة 15 بدأ يجهزك تبقى نجم راب وانت خلاص بقيت سكيلتون جانجستر ابيض داخل عالم الراب. سنة 18 تنزل اول ألبوم ليك ويكسر الدنيا، تقف قدامه وتقول بثقة حاسس اني بقيت راب جاد، يرد عليك اهدى بس واتكلم باحترام. سنة 20 بقى عندك جروبك الخاص وتنزل ديس تراك تقول فيه ان امينيم ما يقدرش يعيش من غيرك. الناس تقول لك انت بتلعب بالنار بس واضح انك بتحب المشاكل. سنة 22 فلوسك خلصت وبقيت مفلس حرفيا، تقابل امينيم تاني الراجل اللي رباك تحضنه وتقول له عندي تأنيب ضمير، وهو اصلا كان عارف من بدري. دلوقتي السؤال لو امينيم رباك من اول يوم هتبقى اسطورة ولا اكبر غلطة عملها في حياته؟